انيون جماعه، انا منصحش اي حد يروح المكان ده. المكان اللي بتكلم عليه هو سوبر ماركت سانجاريا او سانجاريا ايجن ماركت، وده ماركت لبيع المنتجات الكوريه والاسيويه، وفي قاعده بره زي ما انتم شايفين كده. طبعا اظن ان انتم سمعتوا عنه قبل كده وناس كتير قوي اتكلمت عنه، بس اللي انا جايه اقوله النهارده محدش اتكلم عنه. الماركت حلو قوي من جوه، فيه فعلا منتجات اسيويه وكوريه كتير، من المنتجات الجاهزه سريعه التحضير لمكونات الطبخ. كمان فيه هناك سناكس كتير، ايس كريمز، كيكس ومشروبات كتير قوي. في كمان الدور اللي فوق مخصص اكتر للحاجات اليابانيه، هتلاقي عندكم كيوبي مايو موتشي واختراعات يابانيه تانية كتير. السر الخطير بقى اللي انا عايزه اقوله لكم عن الماركت دوت ان يا جماعه مش كل حاجه موجوده فيه حلال. ايوه زي ما سمعتوا كده، عارفه ان هو ماركت في مصر والمفروض ان كل الحاجات اللي فيه تبقى حلال، بس للاسف في حاجات مش حلال، وفي حاجات بتبقى مكتوب عليها ان هي حلال وللاسف برضو مش حلال، زي فيديو الكوتشوجانج اللي انا كنت عملته لكم قبل كده. واي نوع من الصلصات هناك زي الكوتشوجانج والدنجانج والحاجات دي كلها مش حلال، وانا اتاكدت بنفسي للاسف. وهم عاملين حركه ذكيه قوي ان هم حاطين اللابل اللي مكتوب عليه المكونات باللغه العربيه على المكونات اللي باللغه الكوريه، علشان يعني بيبقى مكتوب في اللغه الكوريه ان الحاجه دي فيها كحول او خنزير او غيره. ولاي حد فرحان بالدمبلينجز بتاعت بولداج، احب ان انا اعكنن فرحتك شويه واقول لك ان الدمبلينجز دي كلها مش حلال، لان صوص البولداج ذات نفسه من غير ما يبقى مكتوب عليه او محطوط عليه لوجو حلال فهو 100% محطوط فيه خنزير. انا ما بقولكوش ان المكان وحش، بالعكس المكان حلو جدا. عجبتني قوي تجربه ان انا اجرب الفيديوز بتاعه الكونفينينس ستور، وان انا اجرب اعمل الاكل في الماركت واختار كذا حاجه مع مشروب واكل توك بوكي، وكنت فرحانه قوي الصراحه. بس اهم حاجه ان انتوا تاخدوا بالكم من اللي انتوا بتشتروه كويس قوي، او الحاجه اللي انتوا بتاكلوها، وتاخدوا بالكم اذا كانت حلال ولا لا، علشان زي ما انا انفلونسر للاكل الكوري او الثقافه الكوريه او الاسيويه عامه، فدوري ورسالتي برضو ان انا اعرفكم واوعيكم عن حاجه زي كده. وللاسف الحاجه دي مش موجوده في الماركت ده بس، لا دي موجوده كمان في الحاجات الاونلاين، واي حاجه عامه بتيجي من بره سواء كوريه او اسيويه لازم تاخدوا بالكم منها كويس. عملت كربونارا بولداج نودلز، وكمان توك بوكي، وجبت كمان فيش كيك، وطبعا عملتهم بنفسي زي ما بنشوف في الفيديوز اللي بتتعمل في كوريا. وطبعا دول كان مفروغ منهم، انا جربتهم قبل كده وطعمهم تحفه، بالذات كمان الفيش كيك كانت اول مره اجربها بره بس كانت جميله برضه. للمشروب اخترت المشروب الكيوت دوت بطعم الليتشي، وهو كان فيه قطع وكان ريفريشنج وطعمه خفيف وهادي كده، والصراحه لما دقت طعم الخوخ عجبني اكتر. بعد كده حليت بتشيز كيك، الصراحه كانت فلافي قوي وكانت زي الجابانيز تشيز كيك فكانت تحفه. واخر حاجه علشان انا مجنونه ودايما بحب اجرب كل جديد، فجربت ايس كريم بالفاصوليا الحمراء. يا جماعه انا عامه طعم الفاصوليا الحمراء مش جديد عليا، لان بدخله في حشوات حاجات اسيويه وحاجات كوريه، بس اللي كان مميز كمان في الايس كريم دوت ان هو فيه قطع من الفاصوليا الحمراء او فاصوليا حمراء كامله، فبجد كانت تجربه غريبه بالنسبه لي بس كانت لطيفه. فلو حابين تخرجوا خروجه حلوه مع اصحابكم وتجربوا تجربه جديده، فانصحكم ان انتوا تجربوا المكان ده.